بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيتها المشاهدات، أيها المشاهدون، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نلتقي اليوم مع الحلقة الثالثة من حلقات سلسلتنا التي افتتحناها بمناسبة عيد العرش المجيد والموسومة بإمارة المؤمنين وحراسة الدين. وعنوان هذه الحلقة هو المميزات الأساسية لحراسة الدين بالمملكة المغربية الشريفة. فقد امتازت إمارة المؤمنين بالمملكة المغربية الشريفة بقيامها على الدين وبالسعي في خدمته والذب عنه ونصرة شعائره والدفاع عن مقدساته. وإن تاريخ المملكة الشريفة حافل بالمواقف المشهودة لإمارة المؤمنين في تفردها بحراسة الدين وفق الثوابت التي ارتضاها المغاربة كأساس لقيام دولتهم الشريفة والعريقة. ولذلك كان أمر حراسة الدين من المبادئ الضاربة في أعماق التاريخ المغربي التي تعد من أهم بنود البيعة المعقودة لأمير المؤمنين في كل عصر من عصور المغرب الكبير، إلى أن أصبحت اليوم من القواعد الجوهرية التي يقوم عليها الدستور المغربي. فأصبحت بذلك بحق مبدأ دستوريا وشأنا سلطانيا لا يتصرف فيه غير أمير المؤمنين ومن يعاونه من علماء الدين وفقهاء الشرع، ولا يسمح باستعماله وفق الأهواء والأمزجة أو وفق اتجاهات معينة تستعمله لأغراض خاصة بغية تقويض الاستقرار أو شق الصف أو الدعوة إلى الفرقة بين أطياف الأمة المغربية. وهذه الحراسة الدستورية للدين في المملكة المغربية الشريفة عبر تاريخها الطويل والحافل تمتاز بعدة مميزات أساسية أهمها: أولا، أن حراسة الدين هي من ركائز البيعة لأمير المؤمنين بالمغرب. فمنذ عهد المولى إدريس إلى الآن نجد هذه البيعة تتضمن عنصرا أساسيا، وهو العنصر المتمثل بحماية الدين وحراسته. ونكتفي هنا بالإشارة إلى ما يدل على هذا من خلال أمرين. الأمر الأول هو تاريخي، ويترتبط بأن ما عقدت عليه بيعة المولى إدريس الأكبر رضي الله عنه حسب الرسالة التي بعث بها إلى أهل المغرب كانت تتعلق أساسا بحفظ مقام الدين وصيانته وحراسته، حيث دعاهم إلى كتاب الله تعالى وسنة نبيه صلى الله عليه وآله وسلم، ودعاهم كذلك إلى العدل في الرعية والقسم بالسوية ورفع المظالم والأخذ بيد المظلوم وإحياء السنة وإماتة البدعة وإنفاذ حكم الكتاب على القريب والبعيد إلى غير ذلك مما تضمنته هذه الرسالة الشريفة. ولا شك أن مبايعة المغاربة للإمام المولى إدريس الأكبر رضي الله عنه هي بمثابة موافقتهم على هذه البنود الواردة في رسالته وغيرها من البنود الأخرى المتعلقة بصيانة المصالح الدنيوية. الأمر الثاني يتعلق بواقع عصرنا الحاضر، وهو أن الدستور المغربي ينص في الفصل الثالث على أن الإسلام دين الدولة، والدولة تضمن لكل واحد حرية ممارسة الشؤون الدينية. كما ينص الفصل 41 من الدستور المغربي على أن الملك أمير المؤمنين وحامي حمى الملة والدين والضامن لحرية ممارسة الشؤون الدينية. المميز الثاني من مميزات هذه الحراسة هو أن حراسة الدين في المغرب هي من الصلاحيات الدستورية لأمير المؤمنين من خلال ترأسه للمجلس العلمي الأعلى، وأن هذا المجلس يعتبر الجهة الوحيدة المؤهلة لإصدار الفتاوى التي تعتمد رسميا في شأن المسائل المحالة إليه استنادا
إلى مبادئ وأحكام الدين الإسلامي الحنيف ومقاصده السمحة. كما أن الملك باعتباره أمير المؤمنين حسب الدستور المغربي يمارس الصلاحيات الدينية المتعلقة بإمارة المؤمنين والمخولة له حصريا بمقتضى الفصل 41 من الدستور بواسطة ضغائر. ثالثا، من مميزات هذه الحراسة كذلك هو أن الملك باعتباره أمير المؤمنين يعتبر رئيسا للعلماء، وهم مسؤولون أمامه بخصوص المهام الدينية التي يقومون بها خدمة للدين وقياما بواجب تبليغه وتعليمه والدفاع عنه من أي تحريف أو انتحال أو غلو أو غير ذلك. رابعا، من مميزات حراسة الدين كذلك هو أن حراسة الدين في المغرب هي حراسة شاملة للجوانب العقدية والجوانب الشرعية والجوانب الروحية وكذلك للجوانب الأصولية، ولذلك كانت هذه الحراسة مؤطرة وفقا لهذه الجوانب بالأركان التالية. الركن الأول يتمثل في العقيدة الأشعرية باعتبارها عقيدة وسطية ومعتدلة مستنبطة من كتاب الله تبارك وتعالى وسنة نبيه صلى الله عليه وآله وسلم، ولذلك تدين المغاربة بها منذ قرون باعتبارها عقيدة أهل السنة والجماعة وتمثل سماحة الإسلام ومثاليته. الركن الثاني يتمثل في المذهب المالكي، مذهب إمام دار الهجرة الذي لا يعرف المغاربة مذهبا غيره حتى في عهد الدولة الموحدية التي كانت متبعة للمذهب الظاهري الذي ارتضاه لهم الإمام المهدي بن تومرت، فكان فقهاؤهم يحكمون الرأي فيما يعرض لهم من قضايا متجنبين مذهب مالك ومتهمين فقهاءه بالجمود والتعصب، غير أن خلفاء الموحدين شعروا بعد ذلك بأن الحزمية لا تناسب طبيعة المغاربة المتأثرين بالمذهب السني على طريقة الإمام مالك، وهذا يدل على تجذر المذهب المالكي لدى المغاربة وأنهم لا يعرفون مذهبا غيره لما يمتاز به هذا المذهب من انفتاح على غيره من المذاهب، ولما يمتاز به كذلك من قابلية للتطور والتجديد ومواكبة للمستجدات العصر، ويمتاز كذلك بمرونة في معالجة كثير من القضايا. هذا بالإضافة إلى ميله إلى الأخذ بمبادئ السماحة واليسر والتوسط والاعتدال في تقرير الأحكام وغير ذلك من المميزات والخصائص. ولا شك أن طبيعة هذا المذهب هي التي جعلت المغرب ملاذا للقاصدين من كل الأمصار والأقطار وخصوصا من الأندلس وإفريقيا للدراسة وطلب العلم بالقرويين بفاس التي تعد إحدى مراكز العلم الأقدم على مستوى العالم، وقد ساهمت بشكل كبير في سيادة ثقافة التعايش السلمي والميل إلى تقبل الآخر واحتضانه واحترام خصوصياته الدينية وعدم التعرض له بالإساءة أو الإرغام أو غير ذلك أو الرجوع عن رأي أو تقبل ما لا يعتقد. أقف عند هذا الحد ونتابع الحديث عن باقي الأركان في الحلقة المقبلة، فإلى ذلكم الحين استودعكم الله تعالى، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.